حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنخلي الفلفل عشان كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. ولو انت حابه ان انت تاكليه قبل رمضان بيبقى جميل خالص. انا جربته مره واثنين وثلاثه ونزلته قبل كده، فكنت منزله مع حاجات يعني، فقلت اعمله ايه فلفل صوف. فانا مش بحب اخلي الفلفل زي ما هو كده، لا انا بحب اقطعه مكعبات زي كده، بحيث ان انت تاخده على قد اللقمه تيجي اسمها نصين، بدل ما الجرن يبقى ايه كبير وكده. فبروح جايبه الجرن معايا كده ومقطعاه حوالي 3 4 حتات كده اهي. يبقى عملت الكميه دي وسيب دي قلت عشان ايه اقطعها قدامكم كده اهو. نبدا ان احنا نقطعها زي دي كده اهو. شايفين الفيديو بتاعنا النهارده بسيط خالص، هيعجبكم خالص وحتى تقوموا تخللوا، مع ان الفلفل غالي شويه بس يعني ايه عشان كل سنه وانتم طيبين رمضان وكده. تخليل الفلفل بسيط خالص مش بعوز اي مكونات اهو. يبقى نقطع كده 4/4 على حسب الجرن، 3 2 براحتكم خالص، نصين. يبقى احنا نبدا نخلص الكميه ونوريكم. الكميه بتاعتي حوالي كيلو ونص اهو. جبته كده مش سيبت فيه ولا عنقود للفلفل ولا اي حاجه، ونضفته وغسلته كده 100 100 اهو. رحت جايبه بقى الميه دافيه شويه، سيبها فورتها ورحت سايباها لما تبرد كده. ورحت جايبه معايا اللهم صل على النبي الكيلو بيعوز 5 معالق ملح، فاني هعوز على الكيلو ونص حوالي ايه 8 معالق او 9 معالق. كل ما يكون الملح معاكي زايد شويه الفلفل يكون في جرشه كده مش يطري منكي. يلا مع بعض نحط الملح ونوريكم احلى ايه تخليل. يبقى احنا قلنا معانا كيلو ونص فلفل، ودي يعتبر لتر ونص ميه. الكيلو الفلفل بعوز حوالي 5 أو 6 معالق. فاللهم صل على النبي. روحي جايبه المعلقه الكبيره بتاعه الطعام دي معايا، دي معلقه، ادي 2 3 4 ادي 5 معلقه هرميه كده كبيره مليانه، 6 7 8 ادي 9 معالق ملح هرميه كبار خالص. ونبدا ان احنا نقلب كده اهو. نبدا ان احنا نقلب تقليبه حلوه كده عشان الملح يدوب معانا كده زي ما انتم شايفين اهو. كده خلاص معانا الملح ده والميه ابيضت اهي. نروح جايبين البرطمان بتاعنا ونبدا ان احنا ايه نملاه فلفل كده. في الجرن لما يكون مكسوم بيكون شكله حلو حتى على السفره او على الصينيه زي ما احنا ايه بناكل اهو. بسم الله ما شاء الله كده، اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت مش تنسي الاشتراك علشان كل حاجه اعملها توصل لك، واشتراكي معايا بيساعدني والله، لو بحالف واحد بكون سعيده. ويا رب كل اللي يشوف اي فيديو ليالي يترحم على امي، يا ربنا يرحمها يا رب ويجعلها في الجنه ونعيمها اللهم امين يا رب العالمين. يبقى احنا معانا كده ملينا اول برطمان معانا اهو كده. ونروح جايبين معانا فصين توم كده، لو عينك مفروم او كده صحيح مش اي مشكله. وروحي جايبه معايا ورق اللورا اهو، تحطيه في الجناب تحطيه في الوش كده مش اي مشكله. وروحي جايبه معايا عصرتين ليمونه اهو، ليمونه كبيره كده، ورحت ايه فرميها كده مقطعاها كده. واروح نازله بالميه بتاعتي اهو ما شاء الله زي العسل ممتاز اهو. يبقى لازم ان احنا نغطي الايه الميه ما شاء الله اهو. في حاجه بسيطه كده اهو عشان احنا اهو شايفين. وروحي جايبه الخل بتاعي معايا ورحت نازله بمعلقتين 2 بس علشان دي برضو بيدي جرشه حلوه لقلبي. وعلى الوش كده رحت جايبه برضو نص معلقه كده هي الملح، واروح حطها كده علشان ايه ابدا ان انا ايه اقفل البرطمان دي. رحت جايبه معايا حته استرتش كده او كيس تخزين مش اي مشكله، ورحت نازله بيه كده عشان احس ان هو مش فيه اي هوا داخل. ورحت جايبه الغطا بتاعي برميه كده برمه حلوه اهو ما شاء الله. يبقى كده اول برطمان خللناه هنخلل دي بنفس الطريقه دي اهو. مفيش حطينا الا ميه وملح وفصين توم وورقتين غار اللي هو ورق روله. ورحت جايبه ليمونه قسمها نصين علشان الحراره اللي في الفلفل، شرختين الليمون دول ايه يمتص. واروح ركنه على ما نعبي دي كده وتشوف الطريقه ايه اللي زي العسل الخفيفه البسيطه دي. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلاص كده تخليل الفلفل هم حبه الميه وحبه الملح وفصين الثوم ورقتين لورا ومفيش اي مشكله خالص. نزود الملح شويه عشان يبقى فيه جرشه، حبه الخل مش ننساهم برضو عشان بدوا تكه كده في الفلفلايه بتبقى فيها جرشه. وبالف هنا وصحه يا رب فيديوهاتنا تعجبكم على قد الايد وبسيطه يا رب تعجبكم. وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.